مبروك للأهلي الفوز التاريخي على الترجي في عقر داره. الأهلي صال وجال في تونس الخضراء وضرب الترجي 3 صواريخ من الولد الأسمر الشقي بيرسي تاو وكهربا اللي بقى تميمة حظ للأهلاوية. الأهلي راجع تاني يحتل القارة الإفريقية ويكوش على كل البطولات مع المدرب الداهية مارسيل كولر، طايح في الكل وعمال يضرب في فرق القاره كلها ومش عاتق حد. الراجل السويسري ده قلتلكوا قبل كده مش سهل. كولر افضل مدرب في مصر، بيلعب ب3 لعيبه في وسط الملعب، بيعمل تدوير للاعبين لدرجه انك وانت قاعد كده بتشرب الشاي وبتتفرج على ماتش الاهلي مش هتقدر تحدد مين من اللاعبين احتياطي ومين اساسي. وكمان كولر كان ليه فضل كبير على عدد كبير من اللعيبه اللي اشتغل على تطويرهم فنيا، واللعيبه دي الجماهير كانت بتهاجمهم، زي محمد هاني اللي كانت الجماهير مش طايقاه بسبب الاخطاء الدفاعيه، لكن مع كولر بقى ممكن يدي دروس خصوصيه للعيبه في التغطيه العكسيه. سبحان مغير الاحوال. ومش هنقف عند محمد هاني بس، لا يا بابا، لا يا حبيبي، لا يا اللي كنت بتشتم كولر يا ابو لسان طويل، ده احنا كمان شفنا النسخه الافضل لحسين الشحات مع الاهلي من يوم ما انضم للفريق. وكمان محمود متولي اللي كان خلاص بيحضر شنطه هدومه وهيسيب النادي في اول الموسم، لكن مع كولر بقى مدافع من طراز فريد. وكمان قدر يغير طريقه لعب كريم فؤاد اللي بقى من الاعمده الاساسيه في الفريق لولا الاصابه الاخيره. ونفس الموضوع مع حمدي فتحي اللي خلاص بقى جوكر الاهلي. وكمان الافريقي بيرسي تاو اللي تحسه بيطلع من الفانوس السحري ينزل الملعب يحل اي حاجه بتحركاته. اي نعم كولر مدرب قدير من اصحاب الكرافتات الشيك، لكن تحس انه بقى مصري زينا وفاهم طبيعه اللعيبه المصريه وعارف كويس يتعامل معاهم ازاي من الناحيه البدنيه والنفسيه والفنيه. وزي ما كلنا عارفين ان الاهلي عنده ماتش تاني مع الترجي التونسي يوم الجمعه الجاي. اي نعم البعض متوقع له نتيجه كبيره، الا ان البعض الاخر بيقول احنا مش عايزين غير اننا بس نتاهل للنهائي عشان نقابل يا اما الوداد المغربي ونرد اعتبارنا، او نقابل سان داونز وبرضه نرد اعتبارنا ونقول لافريقيا كلها احنا جامدين قوي.